خبرنا الأول رح يكون من دبي اللي شهدت حفل كبير أحيا الموسيقار الياس الرحباني وبمشاركة غسان الرحباني ومجموعة من المغنيين هم باسمة وجوني عواد ورانيا الحاج وجلبار جلخ. الزميل إلي نخلة التقى الياس الرحباني وتحدث معه عن الحفل وعن مواصفات فيروز الجديدة. لنتابع. لما بيطلب إلي إنه أعمل كونسرت أعمل حفلة بحس حالي بدي نقي الأغاني الحلوة، ما كلها حلوة، بس بقول ما بيساع البرنامج إلا حوالي 20 25، بس في عندي 6500 مش عارف شو بدي أعمل فيهم، إني بالعالم بجمعية باريس وما بدها تفكير كثير لأنه حاضرة الجمالية موجودة عندي اللي براسي شو بدي أقدم للناس. هيدا العمل هو لأول مرة الياس الرحباني رح يوقف على مسرح بالإمارات يقدم كونسرت تحت قيادته الأوركسترالية، تحت إيده في 50 عازف، أنا رح أكون عازف البيانو بيناتهم. والبرنامج متنوع من أقصى الأوبرا الإيطالية من تأليف الياس الرحباني إلى أقصى الموسيقى الشرقية الطربية. بيتخللوا هيتس، يعني رح يجي يحضر هيتس عايش فيها من انت وانا واهلنا، يعني ما رح تشوف شيء كتير ممل او جديد، كله متنوع. صرحت لو بيرجع فيك الزمن لورا كنت نبشت على فيروز جديده تطلع كل شيء جواتك. اول شيء ليه ما بنشوف تعاون مع السيده فيروز بما انه هي بعد عم تعمل اعمال؟ ما عم تعمل هلا، لها مدة وقفت، بس انا اللي طلب مني عملته، واللي طلب مني بفتكر فاتت للعالم لروسيا ولا امريكا ولا اوروبا وترجموهم وما بقدر طالهم مع الاسف، ولا تركيا ولا اليابان، انا شفتهم بعيني على التلفزيون الفرنسي. اليوم في كثير مواهب على الساحه الفنيه، بتشوف حدا ممكن اليوم يخلق نجيب فيروز ثاني، فيروز جديده؟ مش قضية فيروز، في أصوات جميلة جدا، بس هاي الأصوات عنيدة، عم بقول لهم عناد، لأنه إذا أنت مشهور والناس بتقول آدمي ولذيذ وبيعمل هيك، بتروح عند واحد لأن قبضوها المصاري سلف. اليوم ممنوع تقبيض بكل العالم، أنا اشتغلت كنت ولد 9 سنين عم شوف اطلع غني مع أختي هيك بعد الحرب العالمية، كان في جوع، اطلع وكبرت وعم شوف، ما كانت تحكي ولا يحكي المطرب، تيجي الشركة بيكون في وسيط بيناتهم، بيتفقوا وبيحكوا وبعدين بيدفعوا إذا نجح، مش بيعطوه $1,000,000 سلف هدية، مش له وإلها. هيدي السياسة الماشية من 30 سنة، من سنة 1990 ماشية الأمور لورا، مش لورا بالمادة قد ما بدك، صاروا مليونيرية يصطفلوا وبقول لك انا بكره بموت وانا ربح المصاري، والياس الرحباني يخليه يضل ما معه مصاري ويضل يالف موسيقى. طبعا الحفل كان أكثر من رائع، وأطلق الرحباني أغنيته الجديدة أنت حبي يا دبي اللي عم يصف فيها جمال دبي واللي وصفها بالساحرة والجميلة. طبعا كل ما يقدمه الرحابنة جميل ومميز.